والتين والزيتون وطور سينين. ريس عشان بصوره. السادة الحضور، لا انا بصور عشان انشرها. أعضاء الصالون المحترمين يا عم اقعد انت عملت انت كمان. والضيوف الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه النسخة الاستثنائية بكل المعايير. استثنائية بوجودكم، استثنائية بالمناسبة العظيمة اللي هنحتفي ونحتفل بيها، استثنائية بوجود ضيف عزيز من عمالقة الشعر والأدب في جمهورية مصر العربية، وشرف لصالون إبداع إن هو يستضيفه النهارده في هذه المناسبة المهندس الشاعر الخلوق ثروت بيك سليم. أهلا بكم جميعا، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عودة أرضنا كاملة في هذا اليوم الذي لم يأتي من فراغ. دعوني أرتجل علشان جنبي واحد ماسك القلم الأحمر هيعلم عليه، اسمح لي إن أنا هرتجل علشان ما اغلطش وبعدين تسلم. يوم 25 ابريل 82 بنعتبره عيد تحرير سيناء، لان ده اليوم اللي انسحب اخر جندي يهودي من ارض سيناء. علشان كده بنعتبره مناسبة قومية. وهذا التحرير بدأ من امتى؟ وقبل ما احكي الحكاية، التحرير ده جه بدماء ارواحنا، ارواح ابطالنا الشهداء، اللي اقل ما يكون النهارده ودلوقتي ان استسمحكم ان احنا نقف دقيقة نقرا لهم الفاتحة. تحرير سيناء بدأ من حرب الاستنزاف. بعد ما سيناء راحت مننا في 67 بدأنا حرب الاستنزاف، وكانت حرب الاستنزاف مهمة ان احنا نرجع او نرفع معنويات الجندي المصري والجيش المصري بعد الهزيمة اللي منى بيها الجيش في 67، وعلشان نكسر عظم اليهود وما نقعدهمش قاعدين مستريحين في سيناء ونحقق فيهم اكبر خسائر. ثم 73 الحرب العظيمة اللي لن تتكرر في التاريخ الحديث ولا التاريخ القديم. الحقيقة حرب 73 بتدرس في أعتى المعاهد العسكرية في العالم، والحمد لله لحد دلوقتي وبعد حوالي 53 سنة مصر الناس بتطلع أسرار حرب 73. بعد حرب 73 الرئيس المرحوم خالد الذكر محمد
أنور السادات قام بأحسن مرحلة أو بأكبر مرحلة سياسية علشان نكمل النصر العسكري بنصر سياسي، إلى أن توصلنا بعد الخطاب التاريخي بتاعه في مجلس الشعب آنذاك اسمه مجلس الشعب، دلوقتي اسمه مجلس النواب، وقال إن أنا على استعداد أروح آخر الدنيا. وفعلا وراح لإسرائيل وخطب في كنيسة الخطاب، ادالهم درس في عقر دارهم لا ينسوه إلى الآن. وبدأت مفاوضات كامب ديفيد إلى أن توصلنا لاتفاقية السلام اللي نتج عنها الانسحابات على مراحل، 4 مراحل، إلى أن وصل آخر جندي إسرائيلي انسحب يوم 25 يناير 25 ابريل 82، وده اللي احنا بنحتفل بيه اليوم. يبقى جزء عزيز غالي علينا اسمه طابة، وده المعاهدة السلام كانت بتنص ما يختلف عليه يطلع للتحكيم. جهابطة التاريخ والسياسة والجغرافيا وكل التخصصات والقانون خاضوا أكبر معركة سياسية وتاريخية وسياسية إلى حصلنا حكم تاريخي بأحقية طابة لينا. فبقى طابة كلها، سينا كلها رجعت لينا يوم 15 مارس 89 بعد 7 سنين من نهاية من الانسحاب الكامل. 7 سنين بنحارب حرب سياسية إلى أن آخر ذرة رمل في سينا رجعت لنا، ورفع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك رفع العلم على طابة بهذا التاريخ. ليه سينا يعني؟ ايه اللي في سينا يعني؟ ايه اللي في سينا علشان نحارب عليها ونكافح وندافع ونستشهد وما نرضاش بالتهجير؟ ايه سينا؟ اقول لكم بس الشكل الجغرافي لسينا وبعدين نقول المحاور نمسها مس سريع كده. سينا او شبه جزيرة سينا او ارض الفيروز عبارة عن مثلث كده، شكل مثلث. من فوق البحر المتوسط بطول حوالي 120 كيلو، من الغرب خليج السويس بطول 250 كيلو، وقناة السويس 160 كيلو. الجنب ده الغرب ده قناة السويس وخليج السويس. في الشرق خليج العقبة بطول 120 كيلو، وحدود الدولية التاريخية. ده شكل شبه جزيرة سيناء أو أرض الفيروز. أرض الفيروز سيناء يعني إيه؟ أرض الجدب، الصحراء، لأن ما كانش فيها كلها صحراء وجبال، فكانوا بيسموها الجدب. حتى في الطرقات صناع حريب، يعني أرض الجدب. وشبه جزيرة يعني كل الحدود بتاعت سيناء مية عدا ناحية واحدة بس، عشان كده بنقول شبه جزيرة مش جزيرة كاملة. أرض الفيروز علشان مليانة بالخيرات، مليانة بالخيرات من حديد ومنجنيز وبترول ويورانيوم وكل المعادن. طيب سينا بتمثل 6% من مساحة مصر. 6% من مساحة مصر، علشان مساحتها كام؟ 60,000 كيلو متر مربع. عارفين حضرات 60,000 كيلو متر مربع يعني قد 3 دول كده من الصغيرين، قد سويسرا
اكبر من سويسرا. سويسرا حوالي 42 الف كيلو، الدنمارك 44 الف كيلو، سيناء 60 الف كيلو، مصر كلها 1,000,000 كيلو متر مربع تقريبا. فسيناء بتمثل 6% من ارض مصر. ده شكل سيناء، وموقعها بتقع في الشمال الشرقي من جمهورية مصر العربية. وسيناء تقع، هي الوحيدة، الجزء الوحيد اللي يقع في قارة آسيا، وباقي جمهورية مصر العربية في قارة أفريقيا. ده بالنسبة لشكل سيناء ومساحتها اللي احنا عمالين نحارب عليها. طيب ايه فايدة سيناء؟ فيها فايدة اقتصادية. احنا قلنا فيها معادن وفيها منجنيز وفيها بترول وفيها، طيب ده فيها كمان فايدة سياحية، انها في مناطق سياحية. طيب الأكثر من هذا، وإحنا الإيمان أو الوازع إيماننا قوي، إن هذه الأرض كرمها ربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا سبحانه وتعالى ما تجلاش على سطح الأرض إلا في سيناء، اللي على جبل الطور، مش كده؟ طب ده سيناء عدى فيها 5 أنبياء من ذو العزم. دول هم مين؟ ويعني ايه ذو العزم؟ أنبياء ذو الصبر، جلد، يعني ذو العزم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل في أرض سيناء لما كان في رحلة الإسراء والمعراج، نزل في 5 مواضع. سيدنا جبريل امره بانه ينزل في 5 مواضع يصلي فيهم. اول موضع يثرب، وقال له هذه المهاجر، ثم في جبل الطور، وقال هنا موسى كلم ربه، وبعدين قابله في يثرب في تبوك في ارض مدين، وبعد كده في فلسطين مكان ميلاد سيدنا عيسى نزل صلى. سيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا لوط وسيدنا ابراهيم، سيدنا لوط، كل هذه الانبياء مروا. سيدنا عيسى في رحله الخروج مر. ده سيناء دي مهمة جدا. طيب من الناحية العسكرية بقى، جميع الغزوات جاية لنا من هذا الاتجاه، مرت على سيناء. بس في ناحية عسكرية ثانية مهمة جدا جدا بالنسبة لسيناء. هي ايه بقى؟ احنا كعسكريين بنقول ان انا عايز ابعد ارض المعركة عن الارض المكتظة بالسكان علشان اقلل نسبة الخسائر. فسيناء بتحقق لي هذا الهدف، بتبعد لي ارض المعركة علشان التأثير والخسائر يبقوا قليلين، يبقى الضرب هيبقى في الجبال. وفي نفس الوقت بتنقل لي بقى ارض المعركة في قلب العدو، في بيت العدو جوه. علشان كده سيناء مهمة جدا بالنسبة لنا، وحاربنا علشانها، وضحينا، وحررنا بلدنا، واخترنا بعد كده السلام. في
في ناس تقول ان احنا منبطحين ومستسلمين والناس عماله تقول لا 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 خالص. يا حضرات، اللي شاف اهوال الحرب، اللي شاف كم الخسائر اللي بتنتج عن الحرب، يشوف مدى تأثير الحرب على الاقتصاد بتاعت الدول، لازم يؤمن بالسلام، او لازم يبقى السلام هو نبراس. وده اللي خده الخط اللي خده المرحوم بطل الحرب والسلام الرئيس محمد انور السادات، وكان حريص على تنفيذه. وخدنا ارضنا كلها بالسلام. في فترة وجيزة جدا استردينا كامل الارض بالسلام. احنا خدنا في حرب 73 من 15 ل 20 كيلو، من 15 ل 20 كيلو شرق القناة. طب بقت 200 كيلو العمق دول خدناهم بالسلام، بدون طلقة، بدون ما حد يتعور، بدون شهيد. يبقى احسن. في ناس اديلها 60 سنة مش عارفة تاخد جزء من ارضها. اللي كان هياخد ارضه بالسلام دلوقتي بيفاوض على 20% من حقه. 20% ومش هيطلهم ومش هيطلهم. السلام هقول لكم كمان الحرب بتعمل ايه؟ ودايما انا بقول المثل ده يعني عشان اقرب الامور. العراق كان قبل ما تدخل الحرب كان الدينار بتاعها اغلى عملة في العالم، زي عملة الكويت كده. كان الدينار $3 علامة 35 قبل الحرب. العراق احنا عندنا نهر النيل نهر واحد، هم عندهم نهرين. احنا ما عندناش بترول، هم عندهم بترول، عايمين على بترول. هم عندهم حضارة بابل بتضاهي او بتناطح الحضارة الفرعونية. هم عندهم ثروة بشرية لا يستهان بها العراق، مخاخهم كويسة الحقيقة. طيب هما فين العراق؟ العملة بتاعت العراق بكام؟ الجنيه بتاعك اللي انت يعني زعلان عليه بعلامة 0.38 دينار عراقي. يعني الدينار العراقي دلوقتي محصل 3 مليم كده، 3 مليم من عندك. وانت اللي انت الجنيه بتاعك الدولار ب50 جنيه. ما تزعلش، هي تركيا حاربت؟ ما حاربتش. الليره التركيه بكام؟ الدولار ب 39 ليره، يعني قريب قوي من الجنيه. الجنيه بواحد علامة بواحد علامة 3 1 وتلت. يعني مش بعيد، احنا مش بعيد خالص. يعني ما نزعلش. والعملة بس احنا علشان بقى ندفع بقى، نقول ننتج نصدر، علشان الدول المستوردة تيجي لك، علشان انت عملتك ضعيفة يبقى هتصدر، هتزيد التصدير بتاعك. ما نزعلش على فلوسنا، ما نزعلش على عملتنا، احنا وضعنا كويس الحمد لله، وان شاء الله هنبقى احسن وفي الطريق. والرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة
خطى خطوات واسعة جدا للحفاظ على أرض سيناء بتعميرها، وبرد مليارات لإعادة تعميرها. وبنشكر الشرطة اللي قامت بدور كبير قوي في اكتساح الإرهاب بعد 73 أو بعد ما حررنا سيناء. نحافظ عليها بقى، نحافظ على البلد، نصطف ورا القيادة السياسية العظيمة اللي عندها بعد لا ينتهي عن الأمن القومي المصري، ومحافظة على مصر، ومحافظ على مصر رجلها ما تدخلش في آتون المعارك. لأن أنا قلت وضربت مثل المعارك بتعمل إيه أو الحروب بتعمل إيه. فكان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة من الحكمة بمكان، وراجل مخابرات من الطراز الأول. وقدر يحافظ على مصر، وكان في أكتر من حرب كان ممكن رجلنا تزلف فيها، وكنا بدل بقى ما الجنيه بقى الدولار مش عارف ب50 كان هيبقى ب5000، زي سوريا، زي العراق، زي السودان. أنا كنت في السودان سنة 70، كان الجنيه المصري ب60 قرش في السودان، كنا بنغيره ب60 قرش السودان. الجنيه المصري آنذاك كان بكام؟ سنة 70 كان ب$6 علامة 25. الجنيه المصري كان ب$6 علامة 25 سنة 70. وكان الجنيه السوداني أغلى من الجنيه المصري، كنا بنغير الجنيه واحنا في الكلية بنغير الجنيه ب60 قرش سوداني. يعني كان الجنيه السوداني قريب من $10. شوفوا دلوقتي، شوفوا الحروب بتعمل ايه. فاحنا الحقيقة لازم نصطف ونؤيد القيادة السياسية تأييدا، ان هو الحقيقة له رؤية ثاقبة، ومن الحكمة بمكان ان هو نأى بمصر عن الحروب وجنبها مهالك الحروب، لان اقتصادنا ما كانش يقدر يستحمل. احنا من الجيل الحقيقة اللي كان حظه طيب جدا. حضر الرئيس محمد نجيب، الرئيس جمال عبد الناصر، الرئيس محمد أنور السادات، الرئيس محمد أنور السادات، ثم الرئيس حسني مبارك، ثم عدلي منصور. عدلي منصور ما مسكش كتير، ثم عبد الفتاح السيسي. فتاح السيسي ثم الجيش حكم سنة ونص. على فكرة ومن دفعتي كان من ضمن اللي حكموا مصر كان مدير إدارة الشؤون المعنوية اللي هو الله يرحمه إسماعيل حسن. ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي. فاصل. لا الأول المستشار ثم فاصل، ثم احنا دلوقتي بنحمد ربنا ان تحت رئاسة الرئيس البطل الحقيقة الحكيم. انا بعتبره حكيم هذا الزمان، علشان جنب مصر كتير مهالك وفي تنمية كتيرة قوي، بس احنا مش حاسين بيها، ما وصلتش للمواطن لسه، بس هتوصل للمواطن. يعني ما نقلقش، وان شاء الله الخير جاي باذن الله. وبنشكر الرئيس محمد حسني مبارك اللي طلب حقه، اللي هو حق ضربه،
ثم نشكر قبله الرئيس السادات بطل الحرب والسلام، ونشكر القيادة الحكيمة دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى ليه كل التوفيق، واحنا وراه ومعاه وفي ظهره ولا للتهجير، وبنأيد كل خطوات بياخدها الرئيس لصالح البلد، وبنهنيه وبنهني الجيش المصري العظيم بيوم تحرير سيناء. وشكرا وآسف للاستفادة.